السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. بلاش نرمي بناتنا لأي حد، مش الخلايجة بس، لأي حد. فجأة الأم في بنتها وأهلها إنها اتجوزت واحد خليجي إماراتي، ومش بالتحديد مش لازم يكون إماراتي عشان نغني ونرقص، أي خليجي، سعودي، كويتي، أي خليجي. النهاردة انت دفعت تمن بنتك انها جاتلها، الله اعلم الاسباب ايه، محدش يعلم. حتى لو عرفنا الاسباب ما ينفعش كده، حرام. ام الاربع عيال وكانت حامل في توأم وتعمل فيها كده، سواء اماراتي او مصري او ايا كنت، منك لربنا. رجعها لاهلها، مش عايزها رجعها، طلقها يا اخي، طلقها يا اخي. وده غلط الاهل مش غلطك انت. وانا واحده من الناس برضو، لو جاني عريس لبنتي ومبسوط في ظل الظروف المنيله اللي احنا عايشينها، عشان اريحها واضمن راحتها هجوزها. هقول الله ده مبسوط، وكلنا بندور على كده، مش الناس دي بس. عشان بس ما حدش يقول هم رموا بنت، لا لا لا، هم كتر خيرهم يعلم بيهم ربنا. وواضح ان هي ما اتجوزتش من النهارده ولا امبارح، لا ده ادي لها مده، بدليل عندها 4 عيال وكانت حامل في توأم، يعني مده مش جديده. فيا ريت، حرام نرمي ولادنا، حرام والله. يقعدوا يخدمونا، يقعدوا يخدمونا. لو احنا فكرنا صح، لا، يقعدوا يخدمونا احسن، يخدمونا احسن لنا، ولا انهم يموتوا الموتة دي. وسبحان الله العظيم، لكل اجل كتاب، والارض بتندم صاحبها، والكلام ده كله كلنا عارفينه، بدون استثناء كلنا عارفينه. ولكن بلاش نرمي ولادنا، بقولها لله وبقولها لنفسي قبليكم. اللي عنده بنت تعبانة متطلقة أرملة بيبقى عايز يطمن عليها، بيبقى عايز يطمن عليها، وما يعلمش الخير فين، وما يعلمش اللي ربنا كاتبه فين. فانت ما تزعليش لو الجوازة أخرت، لو محدش جالها مبسوط، ده يمكن خير ليها، يمكن خير ليها وليكم. ونفس النظام الشاب، ما تستعجلش وترمي نفسك في حضن أي شر، انت ما تعلمش الخير فين، كلنا ما نعلمش الخير فين. كلنا بنبص ان الفلوس هتغنينا، وانا معاكم، والله العظيم انا معاكم، ولكن جاهلين علم الله سبحانه وتعالى. ما نقولش ابدا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ناسين خالص كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده مصايب الدنيا اتلمت علينا. عافاكم وعافانا الله والله.